بتقرير مفصل وطلب من رئيس لجنة حي 1400 سكن الدكان، تنقل قيادي الاتحاد العام للمجتمع المدني المكتب الولائي تبسة المتمثلين في زديرة صافية وزمولي زايد وفيصل إلى منطقة الدكان أو حي الدكان للوقوف على الكارثة التي خلفتها شركة أطلس، والمتمثلة في تركها للعديد من الردوم وردوم هائلة سببت مشكلة كبيرة في التضاريس وغلقها للتضاريس، وأيضا مما جعل هذه الردوم تسبب خطرا كبيرا على الساكنة وعلى الساكنة الجديدة. وكلكم مع روبورتاج مفصل بتصريح لرئيس اللجنة وأعضائه، ووقوفكم صوتا وصورة على هذه الكارثة. شوفوا هنا نحن درك نتواجد ما بين في الواد ما بين سكنات 3301 وسكنات 1400 عدل الدكان. كاين هنا ضم الردوم هذه تاع بقايا البناء تاع عدل تاع شركة أطلس كي كانت وقت كان بروجي. بون شركة أطلس هنا حكمت دارت الردوم هذه كل شغل حطتها من هنا للجهة هذه تاع الواد. بعد ما المرور تاع الوقت مع الفيضانات والمياه هذه الاخر هذه مع القريان ما كاينش مياه كبيره، هبط الردم هذاك كل قفل الواد هذا، ودرك ولد مسار تاع الماء تغير خلاص، نبداه من الكابيوناج هذاك الكابيون هذا اللي هنا حتى للقنطره هذه المسار كله تغير تاع الواد هذا كله بالسبب تاعو ان الردوم هذه اللي هنا اللي هبطت هذه اللي. هاو لازم تاع باش يحولوا لازم يحول. السلام عليكم، معكم رئيس لجنة حي 1400 سكن عدل الدكان المدني مكتب الاتحاد العام للمجتمع المدني ولاية تبسة. احنا عندنا إشكالية وش هي أنها بقايا تاع الأتربة هذه والردوم تركتها شركة أطلس، قامت بالتمويه مع الجبال مع التضاريس وتركتها على حافة الواد، مما أدى إلى هبوط هذه الأتربة إلى الواد درك راه في حالة راه تردم، وهاكم تشوفوا هنا الدليل، ها هو الواد راه مردوم نهائي، يعني احتمال وقوع أي فيضانات على سوسيال 1301. الإشكال أنها شركة أطلس من المفروض عندها مكان معين تكريه من عند البلدية تهز الرد نتاعها تحول بأي مشروع، سوى شركة أجنبية ولا تأخذ على القانون الجزائري، سوى شركة جزائرية تهز الرد نتاعها تكري بلاصة من عند البلدية وتحط الرد نتاعها. علاه ما هزتوش وعلاه خلت الرد نتاعها هذا هنا علامة استفهام. والإشكال وين؟ الواد. والواد هذا درك راهو تحته بعد اكبر واد اللي جاي من هيه من جهه الجبال الاخرى اللي من هيه. كاين واد كبير من جهه الجبال اللي من هيه هذه، راح يتغير المسار. كي تغير المسار انت بعد دوري كيما راكي شوفي كي تغير المسار واش معناها، يعني 3 بلوك هذوك ربي يبارك راح اللي بعده. يعني المصب هذاك عنده عباره على مشروع حتى معنى. هذا ما عنده حتى معنى، مادام راح تهبط الردوم هذه، هذا ما عنده حتى معنى. انا نشوف فيه هيك. وزيد والادهى انك تطلع للجهه تاع عدل من هي، وش تلقى الردوم هذه؟ تلقاها شكلت عن طريق كانها جبال ليقوم التمويه. نحن ما نتهموا حتى واحد وما عندنا حتى اتهام، نحن المصلحه العامه انها الردوم تتنحى على الواد للناس اللي راح تسكن من بعد. ونحن رانا كمجتمع مدني رانا في المصلحه العامه وفي بناء جزائر جديده وابناء الوطن الواحد. يعني ما باش يجي تخلي الردم كيما هيك ومن بعد يجي. انا اعطيك مثال صغير.
حنا درك عندنا الطريق هذه راح تخرج حتى لاديار. الطريق هذه راح تجي لاديار. هذه انا طرحوها، لا انا مانيش اهل اختصاص، بصح انا نطلع كي يجي مقاول يحكم لي الطريق هذه يحكمها بمليار، نقولوا بمليار، ونحي الردم ب7 ملاير. هو يجي هذه عمرها صارت. نحي الردم اللي خلاته اطلس ب7 ملاير، مش نخدم لك طريق بمليار. خاسر ولا رابح؟ خاسر. يعني الردم تاعك تنحيه، اي ردم يتنحى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يوصل الانشغال للسلطات المعنيه والهيئات المعنيه، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. ونحركوا فيها ان شاء الله. نحن دائما في المصلحه العامه، ما عندنا حتى مصلحه شخصيه. ودائما نشاط تاعكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يستركم وبارك الله فيكم. الان رانا متواجدين. تفضل اخ. الان رانا متواجدين عدل الدكان. الان رانا متواجدين في الحي عدل الدكان، بجانب هذا الردم اللي قلتي على اساس داروه كانه جبل. هذا الردم يبدا من الشجره. يبدا من الشجر اللي من هي كاين واد يمشي لتحت. كاين واد. ها روح شوف، قربي شوف هنا. شفتي من الشجره هذيك وماصه الواد. كيفاه الشجرات هذوك، شفتي الشجرات؟ نحن عندنا مصب، عندنا من هي الواد راهم هابطين ويدان، مش واد هابطين من الجبل اللي من هي يلحقوا الواد هذا. درك لحقوا لهيه هما، لحقوا لهيه وداروا لنا الردم هذا على اساس واش؟ الردم هذا على اساس انه جبل تمويه. وما وخطر علينا نحن، رانا في كسكان راه يهبط علينا هنا، وفي نفس الوقت الجهه تاع الواد صاي الغي الواد، لانه هذا الردم هذا راح مع المطر وكذا راح يلغي لك الواد. وزيد شوف الاسكان هنا كي نجو هابطين من هنا كاينه طريق، هذا طريق نورمالمون، الطريق هذه تربط ما بين سكنة عدل، ما بين سكنة عدل وما بين سوسيال 1301. هذه في البلو بوز 28 تقول كيما هك. بصح كي نجو ندخلوا هنا درك تبعيني وتشوفي انت واش راهي. هذه الطريق اللي نورمالمون راح تربط. شوف، وهذا الواد وهذا تمويه، هذا داروه باش يهبط، باش الردم للقنطره. يسمى هذا الواد راح يهبط هنا. درك هذا راه ردم، هذا اللي يكون في علم الناس اللي راه تشوفينه، هذا راه ردم ماهوش جبل. من هنا حتى لهيه ردم نورمالمون يتنحى. القانون يقول لك الردم يتهز من هنا يتحط في مكان مخصص، تكريه من عند البلديه وتحط. تبقى علاش ما هزيتيش وعلاه ما حطيتيش؟ انا خطيتني هذه الاهل الاختصاص. ندخلوا هنا نشوفوا هذه الطريق، الطريق هذه الطريق هذه تخرجك في السوسيال. كي نقدموا قدام درك نشوفوا يا اخي كيفاش الطريق كيفاش تانيلت. هنا طحنا في حاجه يسموها، نحينا الطريق ونحينا قنطره ونحينا واد. يعني وش الحاجه المليحه اللي درناها؟ نحينا 3 حوايج في تبسها ما كانش. شكون اللي نحاتهم شركه اطلس. انا نقولها، انا مسؤول على كلام. نحتها شركه تركيه، نحت 3 حوايج، نحت حتى البلو راح نغيروه على جال الردم. يعني البلو يقول باللي هذه طريق نروحوا كيما هك. هذه طريق راح يرفق الروبورتاج بصوره للمخطط. المخطط بوز 28 تاعها مخطط كيفاه راهي دركنا له. هذا كل ردم الاخت. خاطري نضعكم في الصوره يعني هي كارثه. والان رانا فوق الردم. احنا درك رانا فوق الردم. رانا نمشوا فوق الردم. هي نورمالمون طريق هذا طريق تهبطك الردوم ولا الجبال. هانا فوق جبل من الردوم. هاك تشوف فيها كاتاستروف صح. زيد اي حاجه تحاربها. هذا يبان جبل لو كان وهو ردم غير يتحارب منه شويه يهبط في الواد. شوفي يا اخي تحت هنا القنطره انيلي. قلت لك 3 حوايج في الجزائر نحيناهم. نحينا طريق ونحينا قنطره ونحينا واد. احسن حاجه درناها نحن الجزائريين ان شركه اطلس دارتها احسن حاجه دارتها شركه اطلس. ما بين السوسيال، هاي الطريق هاي تربط هنا، تربط ما بين السوسيال الجديد هذه 1300 و 1301 وما بين 1400 عدل الدكان، تربط بينهم. وكيفاش راح نربط انا؟ قلت لك 3 حوايج درناهم. حاجه دارتهم لنا اطلس ودارت لنا المشكل هذا الردم هذا. واش دارنا؟ نحنا طريق، نحنا قنطره ونحنا واد. الواد على بالك الردم راه فوق اكبر واد اللي من هي دورة شو هي.
هذاك العرق صغير. لا ها الواد الكبير، الواد الكبير اللي جاي من الجبال اللي منه كله راه تحت الردم، اللي تحت الردم. وزيد شوفوا الادهى وين يقول لك يتعمر بالردم، ها وين يتعمر بالردم تتدخل ما نذكروش، نحن ما شفناش شكون هما يتدخلوا عمرهم باش ينحوا التموين. هاو ردم هذا، ها هاو هابط. معليش مشيتوا للجهه اللي من هي لقيتوا نفس الردم. انا نسقسي سؤال واحد، كي تعطي الواحد مشروع ويجي يدير دراسه الارضيه مكتب الدراسات، يعني يهبط 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 ما يلقاش كيفاش يلقاها غير صالحه ولا ها لانه فوق ردم. هاي نفسها حتى اللي هذا درك راه فوق ردم وغير صالح. الدراسه الارضيه يجيب تاع المكتب الدراسات يلقاها غير صالح. نعاود نمشوا الردم اللي كنتوا تشوفوا فيه المره الاولى هذاك، وممكن الاخت انت من بعد راك تعاود تديريه مع بعضها. نفس الاشكال كي دير مدرسه ثم راح دير الدراسه الارضيه كيفاش راح تلحق للارضيه الصحاح وهو ردم. شكون اللي خلاه خلت الشركه هذه نورمالمون تهز الردم. هذا القانون، واهل الاختصاص ادى لا عندهم هما كاينه حاجه، لا عندهم هما بوفوار اطلس عندها الحق انها وين تختم تخلي الردم تاعها. هذيك ما نعرف الشركه اي مرقي عقاري يهز قش يكمل يهز. والدليل ها هو كانوا هنا هذه معبيه كل هزوها تاع السوسيال هزوها. كانوا في جهه السوسيال اللي هي تاع الشناوه يهزوا يدوا يكروا من عند البلديه ويحطوها في بلاصه معينه. هنا اول انشغال نورمالمون تم يعني. والواد هذا على بالك وين لا هذا يلحق للواد تاع رفان، يعني راه واد كبير وجاي من هذا هو الواد تاع الجبل تاع الدكان. منين جايك انت الدكان؟ منين جايك الماء تاع رفان؟ منين جاي اللي خايفين منه؟ ها هو ما عندك حتى خلاص قفلتي هذا روح ابني فوق رفان وابني فوق جبل تاع فوق الواد تاع رفان وفي الويدان الاخرى ابني. ها هو الرسمي ها هو اللي قاف تحارب غير تحارب الردم من هنا صاي تحارب الردم من تحت يهبط الكل. وبارك الله فيكم.